مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية يا رب. اهلا وسهلا معي كمان لين اليوم. مرحبا، كيفك لين؟ الحمد لله. اليوم حاضرين طبق جديد رح نقدمه لمتابعينا على اليوتيوب، وهو ايش؟ باستري بالقرفة. طبعا باستري هي عجينة هشة ولذيذة وبنعمل منها وصفات كثير، واليوم حابين نشارككم هاي الوصفة. سهلة كثير ولذيذة وان شاء الله تعجبكم. لين احكي لنا شو المكونات اللي معنا لليوم. عجينة الباستري: فانيلا، سكر، لوز مطحون، زبدة، حليب مكثف محلى، جبنة سائلة، قرفة وكاكاو. بلزمنا قطعات أشكال، احنا اخترنا قلب ووردة وقطف عنب وريشة لدهن الزبدة. طبعا وصفتنا سهلة كتير، رح نبدأ شغل فيها. هي عبارة عن رقائق عجين، بتكون عندنا طبقة سفلية وطبقة علوية، وبالنص رح نجهز حشوة نحطها جواهم. حشوتنا أول شي يعني أهم إشي أهم مكون موجود فيها اللي هو القرفة، فرح نستعمل معلقتين من القرفة. هاي أنا حطيتها بالصحن هون لحتى أخلط المكونات فيها. رح نضيف عليهم كاكاو، ناولين الكاكاو. بقدر أحطه؟ يلا تصيرنا معلقة واحدة من الكاكاو. معلقة واحدة. في عنا سكر، رح نستعمل تقريبا 4 معالق سكر. 1 2 3 4. واللوز المطحون رح ناخذ منه معلقتين. 1 2. تمام. هلا بضل عندنا بس الفانيلا، هي اخر مكون للخليط اللي بنعمله. رح نحط بس رشه خفيفه، نص معلقه صغيره. وهلا رح نحرك هاي المكونات مع بعض. هلا حركناهم وصار عندنا خلطه جاهزه نقدر نستعملها لحشوه العجين. هلا رح نبدا شغل بالعجينه نفسها. في عندنا هون قالب كامل من العجينه، طبعا بتنباع جاهزه في المولات، ممكن تلاقوها بالهايبر ماركت. زي ما انتم شايفين فردنا 3 قطع من عجينة البيف باستري، رح نبدا شغل فيهم. لين انا رح اعمل اول قطعه وبعدين انت تكملي تساعديني. اوكي. هلا في عنا جبنه الدهن. اي نوع جبنه طريه، ممكن جبنه المثلثات او جبنه الكاسات تستعملوها. ناخذ كميه بسيطه قدر معلقه صغيره ندهنها على العجينه، بس ما تكتروا لان هاي الجبنه مالحه، فعشان ما يطلع طعم الحلا تاعنا مالح. بنخلي الاطراف ما بندهنها، بنخليها فاضيه فقط من النص. نرجع للخليط اللي احنا عملناه. رح نحط فوق الجبنه طبقه من هذا الخليط، يعني هي مو رشه، هي اكثر من رشه، لازم نكون هيك كرمه. نحط كميه منيحه منه. تقريبا على كل قطعة بنحتاج لمعلقتين صغار. هيك بتكون الطبقة السفلية معنا جاهزة زي ما انتم شايفين. وهلا رح ننتقل للطبقة العلوية اللي هي رح نغطي فيها الحشوة اللي عملناها. جهزنا هون 3 قطع رح نغطي فيهم الحشوة الموجودة عندنا هون، لكن عشان يكون شكلهم حلو رح نستخدم قطاعاتنا اللي حضرناهم، قطاعات صغار، ونعمل شكل في وسط كل حبة. انا اخترت قلب الحب تحت شكل قلب حب، شايفه كيف بالعجين. ورح احطها بهالطريقه، نسكر اطرافها. نحطه على جنب. على جنب. هنا لا قطعتك شو بدك تحطي؟ بعمل وردة. صاروا قطع الباستري عندنا جاهزين والحشوة جواتهم. هلا رح نجهزهم للشوي بالفرن. رح نستعمل زبدة، رح ندهن الصينية عندنا بالزبدة.
انا العجينه مثل ما انتم شايفين، وهلا بدنا ندهن وجه العجينه بالزبده لحتى نعطيها لما تنشوي منظر يكون بالماء. فلين شو رايك تدهنيهم؟ اوكي. بس بدك تكوني منتبهه انك ما تقربي على الوسط المفتوح، لانه اذا دخلنا الريش جواته شو رح يصير؟ رح تطلع الحشوه برا. هلا دخلناها للفرن وبدها تقريبا من 25 ل 30 دقيقة بفرن درجة حرارته 180 درجة لحتى تتحمر من تحت ومن فوق وتصير عجينتنا هشة ممتازة وجاهزة لآخر مرحلة اللي هي مرحلة التقديم. هلا مرق 25 دقيقة وهلا رح نطولها ونحطها بجاط التقديم. هلا وصلنا لاخر مرحله واللي هي تزيين الباستري بالحليب المكثف المحلى لحتى يعطيها هيك طعم حلاوه، وهي شوي بتكون جافه، فهلا مع الحليب رح تصير ايش طريه وجوسي اكثر زي ما انت شايفه. وصفة اليوم سهلة كتير وأنا بنصحكم كلكم تجربوها بالبيت لأنها كتير طيبة ولذيذة وخفيفة. واكيد يا لين بشكرك انك دائما عم بتساعديني بتحضير هالوصفات، ان شاء الله انبسطتي وانت عم تعمليها. طبعا اكيد. وشو بنحكي لجمهورنا؟ اشتركوا بالقناة مشان توصلكم اشهى واطيب وصفاتنا للاكل. اسمعوا كلام لين واشتركوا بقناة مامي ميس لحتى توصلكم احلى وصفات. يلا باي باي.